هي هذه حسم مباراة الحسم أو حسم المباراة اليوم في هذه الأجواء الكبيرة، كما نشاهد وإياكم مشاهدينا متابعينا الكرام. كل التحية للمشاهدين ومناصر المنتخب الجزائري في كل الجزائر وربوع الوطن. تحية أيضا لأنصار أنصار منتخب الصومال الذين يتابعون هذه المباراة السابعة بتوقيت مقديشو الصومال. أشقيق وعناصر أو أنصار من المنتخب يحضرون هذه المباراة فوق مدرجات ملعب ميلود هاتفي. البراغماتي فلاديمير بيتكوفيتش على الصورة كان يخطط من أجل جمع النقاط والتأهل. لم تبقى إلا 90 دقيقة على ذلك. هذا حكم المباراة على الصورة المراوي الذي يقال بأنه طبعا واحد من الحكام الأساسيين بالنسبة للاتحاد الافريقي والفيفا. يدير المباريات عادة الصعبة، ولكن اليوم يدير هذه المباراة باختيار من فيفا محرز. على الصورة حجام على الجهة اليسرى كل بن سبعيني حجام. هذا بن طالب يبحث عن المساعدة، موجود لمين عمورة في محاولة الانطلاق والتغطية الدفاعية. خرج الكرة إلى رمي تماس. ترويض، هناك خطأ يقول الحكم لمصلحة أحمد عبد الله القائد لعيسى مندي بالغالي. هاي الكرة رائعة، بوداوي، هاي دخول من محرز. يا سلام، دخول من محرز، هو يا سلام الهدف الأول. أول أهداف المباراة للمنتخب الجزائري بعد عملية رائعة على الجهة اليمنى بالغالي الكرة، وبعد ذلك توغل من محرز والتوزيع. هدف يحرك أنصار المنتخب عمورة. أول أهداف المباراة، الهدف السابع في التصفيات لعمورة. باكرا يقدم عمورة قهوة الضيافة والترحاب لمنتخب الصومال. من هنا كانت البداية، من بالغالي ثم بوداوي ثم محرز وبالراسي من برجع خاطئة. المتابعة من حمبودة في شباك الحارس جامع عبد الرحمن. واحد مقابل لا شيء للمنتخب الجزائري في الدقيقة الخامسة. اللقطة التي جعلت بيتكوفيتش ينهض من مكانه. جمال تحرك. أنا رأيته أنه تحرك. هذا عمورة، الهدف السابع لعمورة في التصفيات. سجل 6 وهذا الهدف السابع. واحد ربما من أحسن الهدافين لحد الآن في تصفيات كأس العالم، فيما ينبغي ويخرج من مساحة ضيقة يغير الاتجاه من هناك. بالغالي، يا سلام، بالغالي، يا سلام، كرة صعبة أمام المرمى. من هناك بالغالي يحاول يقدم كرة ولكن ملعوبة بسرعة. ليس هناك وقت. المنتخب الجزائري يحاول قتل المباراة، يحاول فيها راس بعيدة. لو يكون هناك سلامات، لو تكون هناك ترويض آخر لمحرز سنشاهد ترويض ممتاز. ويقولون إن أحببت أن تشاهد أجمل وأفضل ترويض للكرة فشاهد محرز. ها هي شاهد محرز في الترويض. حجام عمورة يحاول الخروج من هناك. الدفاع وإلى ركنية للمنتخب الجزائري. تدخل من الدفاع، تدخل علي محمد عمر، خرج الكرة إلى ركنية. هذا على الصورة ضيقة. بالغالي وصلت الكرة. بوداوي الكرة مباشرة، فراغات ويطلب الكرات ويشكل الخطورة. ملعوبة داخل منطقة الجزاء والعمليات بالراس. ما زالت الكرة صعبة خطيرة ولكن تسديدة من بنجاح. بن سبعيني من جديد يبحث عن المساندة. موجودة من شيبي، يحاول حجام يوصل الكرة من هناك داخل منطقة العمليات. دفاع تابعة أمامه بالغالي. طب الكرة بوداوي وصلت، يحضر من جديد بالغالي محاولة الدخول، المراوغة والتمويه. بنجاح
يراوغ بونجاح، يمر بونجاح يسدد، كرة في القائم من شيبي بقوة كبيرة، ربما ضربت بأحد المدافعين شيبي على الصوت. شيبي ملعوبة بالراس، يا سلام، الدفاع يخرج المرة الأولى والثانية. بن طالب في الكرة الثانية يفتح لشيبي، حجام رائعة رائعة، شيبي رائعة، يا سلام يا سلام، مرته من القائد رياض محرز. ثاني أهداف المباراة بعد عملية رائعة. سنشاهد كيف حدث ذلك وكيف جاء الهدف الثاني بالعمل على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى، والفرحة بونجاح ومحرز. يسجل محرز هدف ممتاز بقوة كبيرة في سقف المرمى. هي التوزيع الأرضية الأولى من بونجاح، أخطأ التقدير والضرب، وصلت إلى محرز صاحب القدم اليسرى النحيف المخيف، يسجل الهدف الثاني بقوة في سقف المرمى في الزاوية 90، لا تصد ولا ترد حتى من كبار حراس المرمى حتى ولو كان. محرز والفرحة الكبيرة بالهدف الثاني للمنتخب. بقوة، قوة كبيرة. قائد للمنتخب الجزائري شيبي أمام محرز. شيبي ومحرز في تنفيذ هذه المخالفة ملعوبة هنا، يا سلام، راية مرفوعة وضعية تسلل. بونجاح كان في وضعية تسلل ولكن الكرة كانت مضبوطة. لأن دائما نقول بأن القدم اليسرى لمحرز هي مندي. طويلة من هناك، بالغالي هايلة ممتازة، الدفاع، الضغط وإخراج الكرة مرتين. هايلة ممتازة بالراس، يا سلام يا للروعة. تعددت الركنيات والكرات الثابتة، قد تأتي بالهدف الثالث لا بين أحضان الحارس، جامع في المكان المناسب، غلق الزاوية اليسرى لمرماه، ربما حتى الخروج بهذه الكرة. بونجاح، يا سلام، هيلو، مرت ما زالت الكرة بالغالي من هناك على الجهة اليمنى، يحاول يلعب كرة داخل منطقة عمليات لبونجاح في تسديدة بالراس وجانبية. بونجاح الرأسيات لحد الآن لم تكن في شباك. هذه الأولى كانت قوية نوعا ما، الثانية كانت تبحث عن بونجاح بالرأس، المتابعة جانبية، كان في وضعية صعبة. ضرب الكرة بالراس منتخب محرز. لمين نعم، لا طلب الكرة بالغالي. محرز، يا سلام، محرز، يا سلام، محرز المخيف النحيف بالكرة بالراس داخل منطقة العمليات، الدفاع يخرج. من جديد محرز، بوداوي الآن، يا سلام، بوداوي يلعب كرة، حجام، بن سبعيني، من جديد بونجاح، يحاول بونجاح المرور بجسر الصغير داخل منطقة العمليات، لا وجود لخطأ يقول الحكم، يشير إلى استمرار اللاعب وإلى ضربة مرمى و5 أمتار و50 للحارج في الوسط لأحمد عبد الله. مقطوع الكرة من شيبي، مقطوع الكرة هايلة صعبة وخطيرة، صعبة وخطيرة، صعبة، يا سلام، بونجاح لا بعيدة.
متأسف بنجاح على هذه الكرة التي ضاعت، ربما لم تكن في اللحظة المناسبة، توقيت هنا قطع الكرة كما ينبغي. شيبي استرجعها، كان ينتظر من هناك بنجاح. كرة لبلغالي من هناك على الجهة اليمنى صعبة، يحضر لبودوي، يوزع كرة داخل منطقة العمليات. الماء الذي يتحرك يلعب ولا يراخ. صعبة، خطيرة، صعبة هذه الكرة بعد تمريرة خاطئة. يحاول التسديد وقدم ماندي تخرج الكرة، أو قدم عيسى، نعم ماندي يخرج الكرة إلى ركنية لمصلحة منتخب الصومال في أول كرة صعبة وخطيرة على دفاع المنتخب الجزائري من علي آدم موسى. عادل محمد من هناك يحاول يبحث عن الزاوية وعن التمريرة وربما التسديد. هناك ضغط داخل منطقة العمليات. عيسى يخرج الكرة، بنطلب في الاستلام في المكان المناسب. شيبي يحضر، بنجاح صعب الأمين من هناك، ولكن الدفاع متفضل. هو اللاعب القوي بظله في دفاع المنتخب. من هناك محاولة داخل منطقة العمليات، راية مرفوعة، خرجت الكرة يقول الحكم. محرز خرجت الكرة بقرار من الحكم المساعد الثاني. كان في صراع. محرز طلب الكرة باليسرى، محرز يحضر داخل منطقة العمليات، تعود من جديد كرة لبن طالب. حجام من هناك، عمورة على الجهة اليمنى، عمورة يبحث عن التسديد، يبحث عن الفراغات، يمر الكرة لبودوي بين الأقدام. بودوي يبحث عن التوزيع داخل منطقة العمليات، يتدخل الدفاع عن طريق أحمد عبد الله يخرج في تنفيذ هذه الكرة داخل منطقة العمليات بالراس. كرة ثالثة والدفاع عن طريق بلغالي يخرج كرة بعد داخل منطقة العمليات بالراس. الدفاع كرة عالية إلى خارج أرضية الميدان إلى ركنية يقول الحكم. وغى مع القائد، راح القائد، سقط القائد بالراس. يا سلام، يا الله 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 الله. ثالث أهداف المباراة من عمورة بالراس، يسجل بالقدم ويسجل بالراس. ثالث الأهداف في الدقيقة 57. عمورة والثنائية بعد مراوغة ومحاولة من القائد محرز صاحب المتعة والفرجة، والقدم اليسرى الساحرة تهتز مدرجات ملعب المرحوم هدف ميلود بالهدف الثالث في مرمى الحارس جامع عبد الرحمن. سنشاهد هو محرز، المراوغة، التمويه، المراوغة، توزيع بالراس، أسبقية عمورة على بنجاح الذي أراد أن يضرب الكرة والخروج مضبوطة بالراس. كرة لمصلحة منتخب الصومال، تغطية من دفاع يخرج الكرة، محاولة من فيصل عثمان، التغطية لهذه اللحظة التاريخية للمرة الخامسة. يرفع العلم الجزائر، راية مرفوعة وضع التسلل. كانت فرصة كبيرة لمحرز، يقول لا. هذه هي القصة والحكاية. أقول بأننا سنوثق هذه. ينجح، يمرر، مازا، يا سلام، جانبية. أول كرة من البديل، مازا اللاعب الشاب المتألق الموهبة إبراهيم مازا، 19 عام. رائع بالليلي يحاول في هذه الكرة مع بوداوي، كرة ضعيفة، لا حد ثاني لمصلحة بوداوي. ومن هناك محاولة بالليلي داخل منطقة العمليات، الكرة الثانية، سلام، يسدد في الدفاع، تروح مباشرة إلى ركنية لمصلحة المنتخب الجزائري. أنيس حاج موسى، كرة داخل منطقة العمليات، بغداد بنجاح، نعم، خروج كويري، توزيع الأرضية بلمسة، مازا، ممتازة التغيير، ممتاز
على الجهة اليسرى بالليلي. هناك راية مرفوعة. كويري في وضع التسلل عن اللاعبين. قائمة فيها 10 أو 11 لاعب. هيلا صعبة الكرة من جديد بالليلي. يحاول بالليلي، يحاول التسديد والتسجيل، وقدم الحارس تمنع الكرة من الدخول إلى الشباك. تمويه الجميع ربما كان ينتظر في التوزيع الأرضية، لكن حاول أن يخادع الحارس بالوزداد حاليا. البرازيلي الصغير تكفيه هذا اللقب. هيلا بالغالي، يا سلام بالغالي، يا سلام، يسدد بقدم المدافع. تخرج الكرة إلى ركنية. الكرة خرجت إلى ضربة مرمى في العمق لبالليلي. بعد ذلك كويري مرور صعبة، كويري المرور، يا سلام الحارس ينقل كرة. حجة خطيرة، حجة لبالليلي من جديد. حجة يرفع كرة داخل منطقة العمليات من راس الدفاع. كرة ثانية داخل منطقة و18 2022. حاج موسى أنيس يحاول تمويه. صاحب القدم اليسرى هو الآخر يحاول المرور بقنطرة صغيرة، ولكن تضرب الكرة بقدم المدافع. كرة ما خرجتش. محاولة من هناك، راية مرفوعة، وضع التسلل يقول الحكم